في المقطع ده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل فلاير او بروشور. فمجرد ما بنكتب هنا فلاير هنلاقيه طلع لنا مقاسات مختلفة للفلايرز. هنختار المقاس الاشهر اللي هو الاي 4. فهنكتب هنا برضو الكيورد اللي احنا عايزينها، فلتكن برضو السكين كير. هنلاقي طبعا في تمبلتس مختلفة، فممكن نسكرول كده وندور على حاجة مناسبة. فخلونا نبدأ مثلا بالتمبلت دي. فأول حاجة نعملها ندوس على أبلود ونضيف اللوجو اللي احنا عملناه. طبعا ألوان الفلاير مش ماشية مع اللوجو تماما، فهندوس كده على الباك جراوند. مجرد ما رفعنا اللوجو بتبقى الباليت بتاعة درجات الألوان موجودة بالشكل ده، نقدر نختار منها. فنختار مثلا الدرجة دي، وعندنا الايكون دي اللي فيها الاوفر برضو هنغير برضو درجاتها مثلا بالشكل ده، ونجيب البوردر بتاعها بالشكل ده برضو، نضغط عليه بس كده ونقدر نغير اللون في ثانية. ونقدر طبعا بالشكل ده نتحكم فيها زي ما احنا عاوزين بالضغط على الكنترول والسكرول. نقدر ان احنا نعمل زوم كده والسكرول بس نطلع فوق وننزل، نخلي اللوجو كده بشكل مناسب، نظبط البوزيشن بتاعه. ومفيش ابسط من تغيير الكونتنت اللي موجود، نضغط عليه بس كده وبنغيره، نكتب اللي احنا عاوزينه، بنغير الويب سايت. والداتا دي نقدر ان الشات جي بي تي برضو وجيميناي يقدروا ان هم يساعدونا في اختيار جمل مناسبة للفلاير. وكده يبقى خلصنا فيرجن الاول للفلاير. ممكن ان احنا نعمل اد بيج، وهنخش برضو هنا على الديزاين، نختار مثلا التمبل التانية فلتكن دي مثلا، نضغط عليها كده بينزل لنا التمبلت كاملة. ودي تمبلت تانية نقدر برضو ان احنا نغير الكونتنت فيها والالوان والتفاصيل والكونتنت، ونبقى طلعنا فيرجن تاني من الفلاير.